أنا بنت عندي 24 سنة. كنت أنا وأخويا زي التوأم مع إنه أكبر مني ب4 سنين، بس كنا قريبين جدا. بيخاف عليا بطريقة محدش غيره كان بيعملها، وأنا كنت بستناه كل يوم يحكيلي يومه، شغله، حتى تفاصيله الصغيرة اللي ما بتهمش حد غيري. لما كان بيتضايق كنت أنا الحضن اللي يطبطب عليه، ولما كنت أعيط هو أول حد يلاحظ ويسألني قبل ما أتكلم. ولما كنت أعيط هو أول حد يلاحظ ويسألني قبل ما أتكلم. بس من سنة اتجوز، ومن وقتها حسيت إن في جدار اتبنى بينا. مش اختفى جسدا، لأ، هو في البيت بس مش معايا. كلامه بقي رسمي، ردوده مختصرة، ولو سألته عن حاجة بسيطة يقولي أنا اتجوزت خلاص، مشغول بحياتي الجديدة. مشغول بحياتي الجديدة. حاولت أفهم، قلت يمكن البداية صعبة ويمكن مراته بتغير، بس بمرور الوقت بقيت متأكدة إنها مش بتحبنا وبتحاول تبعده واحدة واحدة. حتى يوم العيد جاب لها هدية وأنا نسيني. مش عايزة أكون أنانية ولا أخده منها، بس نفسي يحسسني إن لسه مهمة، لسه أخته، مش مجرد حد من الماضي. سؤالي ليك يا عبد الرحمن، ازاي اتعامل مع غيابه وهو عايش؟ يعني هي القصة كانت بدايتها حلوة، او المشكلة يعني كانت بدايتها كده حلوة، وجات في الاخر الجزء اللي هو الحزين او الجزء السلبي شوية. والله انا عايز اقولك ان للأسف الشديد، للأسف الشديد، الأخ مهما كانت العلاقات قبل الجواز حلوة خالص، بعد الجواز الدنيا بتختلف. بمعنى، لو كانت الزوجة إنسانة صالحة هتخلي الزوج ده علاقته حلوة بإخواته ويحب إخواته أكتر من الأول، ويحب أهله كمان، مش بس الإخوات، كمان الأم والأب. الزوجة لو لا قدر الله ما كانتش صالحة هتكره الزوج في أهله. أنا عارف إن أنت دلوقتي يعني حاسة إن أنت مش عارفة تتعايشي، وطبعا أخوكي وأنت بتحبيه قد إيه وهو كان بيحبك قد إيه، وممكن انت تكون لدرجة انكم متعلقين ببعض لانك انت بتقولي زي التوأم. فانا يعني بستنتج من كلامك ان العلاقات كانت حلوة خالص، ويعني احسن علاقات في الدنيا العلاقة الاخ واخته، او الاخ واخوه. دي من اجمل العلاقات في الدنيا. يعني الاخ اللي هو سند. يعني حتى القرآن قال سنشد عضدك باخيك. يعني دي اجمل العلاقات في الدنيا. يعني بعد الاخ او بعد الاخت الدنيا لا تساوي شيئا. انا والله اقول لك، يعني لو اخوكي يعني حاول يبعد او انت حسيتيه بيبعد، قربي انت. حاولي انت تقربي العلاقات. هو مش مهتم، حاولي انت تهتمي. حاولي انك تحسيه برضي انك لسه ما زلتي اخته برضي ولسه بتحبيه. ولعل وعسى ربنا يعني يصحيه او يفوق شوية، العلاقات ترجع زي الاول. لان من كلام اخوك اللي هو بيقولك انا اتجوزت، هو ممكن يكون يعني مغيب شوية لما قالك الكلمة دي، اللي هو يعني ممكن لعل وعسى يكون مشغول، الدنيا واخداه في ظروف، في مشاكل. فما تاخديش على الكلمة دي، انتي خليكي احسن، وانتي قربي وانتي اهتمي، وان شاء الله علاقتك انتي واخوك ترجع احسن من الاول. لكن بالنسبة لانك ازاي، سؤالك اللي هو ازاي تتعايشي، هو لو لا قدر الله ما العلاقات ما رجعتش زي الاول، انت لازم تتعودي تتعايشي. وانت يعني عشان علاقتك كانت حلوة جدا باخوكي، فانت حاسة ان انت صعب انك تعيشي
واخوك يعني مش معاكي او بعيد او ما شابه الى ذلك، انا هقولك انك يعني صلي وقربي من ربنا وتعلقي بالله، ويعني ادعي ربنا انك يعني لو حد او هو حاول يعني ان هو بيبعد، ادعي ربنا انك تعيشي وتعيشي احسن من الاول، وانك تعرفي تكملي. وان شاء الله يعني دي يعني لو حاجة حصلت بتبقى خطوة ومرحلة معينة وبتقدري تعديها. تاني حاجة عشان تعرفي تتعايشي بعد كده، اشغلي نفسك هواية بتحبيها، اشغلي نفسك في البيت، اعملي حاجة، انزلي مثلا الجيم، مارسي هواية بتحبيها. لأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فأنت يعني هي دي فترة، أنت لو شغلتي نفسك ممكن أصلا ما تفتكريش إن أخوك بعد أو حاجة زي كده. بس أنت ما تيأسيش، وحاولي تكوني أنت الأحسن، وتقربي من أخوك وتقربي العلاقات، وإن شاء الله خيرا. أراكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.